قررت إني أدخل وأبحث على أيدي اللاعب نفسه عشان أتأكد هل اللاعب اتبند والّا للحين موجود. فدخلت وبحثت على أيديه فطلع اللاعب للحين موجود. فأنتم اكتبوا لنا بالتعليقات هل لاعب طبيعي والّا مفعّل هاك. فأنا نفس الشيء يعني بداية الموسم واجهت لاعب بنفس الطريقة بطلقتين يشيلك، فشالنا السكواد فهذا اللاعب اللي واجهناه شالنا 3 مرات بالجيم. فبعدها قررنا إن نبلغ عليه ونشوف. فبعد أسبوعين تقريبًا أو أسبوع اللاعب اتبند. طبعًا اللاعب اتبند من رغم إنه كان يعني لاعب حسابه حلو، عنده سكنات، عنده أسلحة مطورة، عنده خوذة فلا تغرك يعني تشوف حساب قوي تقول إنه مستحيل هذا الشخص يفعّل في هذا الحساب. مثل هذا اللي واجه رايدن ما أعتقد إن في لاعب طبيعي يقدر يشيلك بهذه الطريقة، وحتى إن الثقة الزايدة اللي عنده إنه واثق أصلًا راح يشيل فأنتم اكتبوا لنا بالتعليقات هل تشوفون هذا اللاعب طبيعي والّا هاك؟ فمثل ما قُلت لكم أنا واجهت لاعب بنفس الطريقة وبعد أسبوع تقريبًا اتبند اللاعب اللي واجهناه. بس الغريب بالموضوع إن اللاعب اتبند اللي واجهناه اتبند شهر فقط. فهذا الشيء أصلًا هو يعني سبب إن الهاكات ما زالوا موجودين باللعبة. لو إن الشركة تبند الهاك بند نهائي أو بند ل10 سنوات، أصلًا اللاعب اللي يفعل هاك ما راح يفعل مرة ثانية، فهنا راح تقل نسبة الهاكات الموجودة في اللعبة. فنهاية المقطع يعني أنتم اكتبوا لي بالتعليقات هل تشوفون اللاعب طبيعي والّا اللاعب هاك؟ ومع